بصوا بقى، انا بقالي فتره ما بنزلش فيديوهات على القناه، لا فيديوهات طويله ولا فيديوهات شورتس، والكلام ده بقالي اكتر من 10 او 15 يوم. بس انا لما بغيب انا ما بغيبش كده يا انت. انا بغيب عشان افنن، عشان ارسم، عشان اخطط. واول موضوع هبدأ بيه الفيديو هو المو محمد صلاح الدولي العالمي، الايقونة الماسترو محمد صلاح. كل مرة بيثبت لنا فيها او كل قرار بياخده محمد صلاح هو ووكيل اعماله او مدير اعماله اللي هو رامي عباس، بيثبتوا لنا ان الناس دي بتفكر في كل حاجة 1000 مرة وبيفكروا فيها وبياخدوا خطوات محسوبة فيها. ليه محمد صلاح ما راحش الدوري السعودي؟ ليه محمد صلاح ما راحش الدوري الأسباني؟ ليه محمد صلاح ما راحش الدوري الأمريكي؟ محمد صلاح اختار الدوري التركي، ومن وجهة نظرنا ان كان الدوري التركي مش على المستوى بتاع محمد صلاح، لكن اثبت لنا محمد صلاح ووكيل اعماله ان الدوري التركي هو الاختيار الصحيح 1000000%. وده لاننا اللي شفناه من استقبال جماهير طرابزون سبورت التركي، ومش جماهير طرابزون سبورت بس، لا ده من جماهير تركيا كلها، ان الاستقبال والحفاوة بمحمد صلاح. محمد صلاح لو كان هيمضي في الدوري المصري للنادي الاهلي ما كانش هيحصل الحفاوة دي، او ما كانتش هتحصل الحفاوة ولا الاستقبال الجماهيري ده لمحمد صلاح. انا بدأت احس ان محمد صلاح اصلا تركي ومعاه جنسية مصرية، مش مصري وهيلعب في تركيا. لا فعلا انا تخيلت ان محمد صلاح تركي ابا عن جد. من استقبال الجماهير لمحمد صلاح انا حسيت فعلا ان محمد صلاح تركي، وجماهير تركيا كلها بتحتفل بيه، مش جماهير طرابزون سبورت بس. ولكن محمد صلاح انتقل للدوري التركي بخطوات محسوبة، لان الدوري التركي هيبقى محمد صلاح هو النجم الاوحد في الدوري التركي، ويليه مباشرة اوسيمان لاعب المنتخب النيجيري. محمد صلاح لو كان فكر في الدوري السعودي، الدوري السعودي فيه كريستيانو، فيه بنزيما، فيه لاعيبة كتير جدا، لاعيبة كويسة بتلعب في الدوري السعودي. فمحمد صلاح كل خطواته هناك هتبقى محسوبة، كل لمسة وكل باصة وكل هجمة ضايعة هتبقى محسوبة، والجماهير السعودية هتبدأ تنتقد في محمد صلاح. ومحمد صلاح ممكن تاريخه يروح بانه لعب في الدوري السعودي. الجماهير العربية عندها مشكلة في النقطة ديت، ان هي ممكن تمسح تاريخ اي لاعب زي ما عملوا مع كريم بنزيما، زي ما عملوا مع كريستيانو رونالدو. تاريخهم كبير جدا في الكورة، ومع ذلك اي موسم بيكون فيه اخفاق للاعيبة ديت الجماهير السعودية بتنسى تاريخ الناس دي. لكن في تركيا محمد صلاح اختار الاختيار الامثل، ان هو يلعب في دوري هيبقى هو النجم الاوحد في الدوري دوت، والجماهير مسانداه. والله انا شفت استقبال الجماهير لمحمد صلاح، انا فعلا جالي انبهار. يعني حسيت ان الموضوع ده ضد المنطق. الموضوع مش لمجرد ان لاعب عالمي انتقل لدوري بتاع دولة ما، لا ده لاعب الجماهير التركية كلها، مش جماهير طرابزون سبورت بس، لا ده الجماهير التركية كلها كانت في استقبال محمد صلاح. محمد صلاح مضى لنادي طرابزون التركي لمدة موسمين، الموسم هياخد فيه 17 مليون يورو، والمبلغ مش شوية، المبلغ جبار. طبعا يعني ربنا يرزقه ويوسع عليه. محمد صلاح لاعب مجتهد، لاعب كبير، لاعب ادى حياته كلها للكورة، ويستحق ان الكورة تكافئه في اخر مواسم في حياته الكروية. نادي طرابزون سبورت نادي هو مش نادي بينافس على القمة دايما، نادي بيلعب يا اما في دوري الابطال يا اما بيلعب في اليوروبا ليج. نادي طرابزون التركي خلص الموسم الماضي، خلصه هو تالت دوري. يعني محمد صلاح هيلعب في اليوروبا ليج. الجماهير مستنية اول لمسة لمحمد صلاح، ومحمد صلاح ومدير اعماله فعلا رامي عباس اثبتوا لنا
اثبتوا لنا ان لازم لما تاخد خطوة في العالم الكروي لازم تحسبها 1000 مرة، ومجرد ان حسبتهم ان هو يروح الدوري التركي كانت محسوبة بدقة ان محمد صلاح هيبقى هو النجم الاوحد في الدوري التركي. ونسيب الدوري التركي ومحمد صلاح في حالهم ونرجع هنا للدوري المصري ونشوف الخناقة والعركة اللي دايرة في الدوري المصري. النادي الاهلي بيقعد مع امام عاشور وبيتم الاتفاق بنسبة 99.9% ان تجديد عقد امام عاشور هيكون ل 2030. عقد امام عاشور كان هينتهي في 2028، فجدد لمدة 3 مواسم لنهاية موسم 2030 بعقد قيمته 30 مليون في الموسم، 30 مليون في السنة زائد 10 مليون حوافز ومكافآت زائد 30 مليون اعلانات لشركة الكورة. وهو ده اللي كان عايزه امام عاشور، والنادي الاهلي لبى رغبة امام عاشور تحت امكانيات النادي الاهلي او تحت ظل امكانيات او السقف اللي حطه النادي الاهلي. وانا واثق مليون في المية ان لحد نهاية موسم 2030 النادي الاهلي هيستفاد من امام عاشور كتير. وانا واثق ان امام عاشور لاعب كفاءته عالية وافضل لاعب في الدوري المصري، وواثق ان امام عاشور لحد نهاية اخر موسم ليه مع النادي الاهلي امام عاشور هيدي 100% من امكانياته. وبالتوفيق لامام عاشور. نروح للكابتن وائل جمعة، جدد او قعد مع مروان عطية ومع ياسر ابراهيم وتم الاتفاق معاهم على ان تجديد عقدهم بالزيادة المتفق عليها هيكون بعد رجوعهم من اسبانيا. ولكن هنا في سؤال، النادي الاهلي محتاج مروان عطية؟ ايوه النادي الاهلي محتاج مروان عطية بنسبة 100%. طب هل النادي الاهلي محتاج سرد باكات من طراز ياسر ابراهيم؟ الاجابة لا طبعا. النادي الاهلي ما ينفعوش ولا عمرو الجزار، ولا ينفعه ياسير مرعي، ولا ينفعه ياسر ابراهيم. ولو الاهلي بيفكر في رامي ربيعة ما ينفعوش رامي ربيعة. ولو الاهلي بيفكر في حسام عبد المجيد لاعب النادي الزمالك السابق، الاهلي ما ينفعوش لاعب زي حسام عبد المجيد. اللاعب ينفعه الاهلي، قصدي انا اسف، الاهلي ينفعه لاعب من طراز محمد عبد المنعم، مدافع من طراز فريد، مدافع زي ابراهيم سعيد. مدافعين بيعرفوا يقفوا على الكوره، بيعرفوا يسلموا الكوره ويستلموا الكوره، لعيبه بتعرف تبني سرد باكات، بتعرف تبني اللعب من تحت مع حراسه المرمى. من افضل حراس المرمى في تاريخ مصر اللي شفتهم بيلعبوا برجليهم هو مصطفى شوبير ابن الوز عوام. لو قدامه 2 سرد باكات لاعيبه كوره زي محمد عبد المنعم، النادي الاهلي هيدوس على اي حد في افريقيا ككوره طبعا. فالنادي الاهلي محتاج 2 سرد باكات مش من اللي موجودين دلوقتي خالص. الناس اللي موجوده لا تصلح للنادي الاهلي. ونروح لنادي الزمالك وخوان بزيرة. خوان بزيرة اللاعب البرازيلي اللي هربان من نادي الزمالك ومش عايز يرجع، وفي اول اعتراضه على رجوعه كان بيتكلم ان مدير اعماله هو خوان بزيرة ملوش فلوس عند نادي الزمالك خالص. ولكن كان يقول لك وكيل اعمالي ليه فلوس تقريبا كان 125 الف دولار حاجة زي كده تقريبا يعني، والله اعلم. وبيقول لك انا مش هرجع غير لما ياخد فلوسه. وبعد كده جاله عرض من نادي اهلي دبي بقيمة 4 مليون دولار، ولكن نادي الزمالك مش عايز يبيع اللاعب، قال لازم اللاعب يرجع وبعد كده نفكر يتقدم عرض لشراء اللاعب، وبعد كده نشوف ان كان العرض دوت هيناسبنا ولا مش هيناسبنا. والله انا كمشجع اهلاوي وبقول كلمتين لصالح نادي الزمالك، اللاعب اللي مش عايز يرجع ارميه في الزبالة، ما يلزمكش. اللي مش عايز يلعب لك ومش عايز يرجع لك ما يلزمكش، لان اللاعب دوت انت لو فضلت ماسك فيه ومثبت فيه هيرجع مش هيديك بربع جنيه كوره، مش هتستنى منه كوره، مش هيعمل معاك حاجه في الملعب، مش هيديك اي انجاز، مش هيضيف للفريق. الاخوان بزيرة نادي الاهلي دبي لو عايزه يشتريه بالسلامه. واللاعب دوت اوعوا تنسوا انكم هاجمتوا الكابتن حسن شحاتة لما كابتن حسن شحاتة قال اللاعب ده ممثل. ليه كل ما بيجيب جون يعيط؟ ليه كل ما بيجيب هدف يعيط؟ لما قال اللاعب دوت ممثل وبيستعطف الجماهير تقريبا الجماهير الزملكاويه كلها هجمت اسطورتهم الكابتن حسن شحاتة. انا كمشجع اهلاوي ما بعتبرش الكابتن حسن شحاتة ان هو اسطوره لنادي الزمالك بس، لا، الكابتن حسن شحاتة اشهد الله عز وجل ان الراجل دوت انا بعتبره من اساطير مصر كلها.
في كرة القدم الكابتن حسن شحاتة ادى للكرة المصرية كتير. هو مش اسطورة لنادي الزمالك بس، لا ده هو اسطورة شخصية ليا بالنسبة لمنتخب مصر. ده رقم واحد. رقم اتنين ان الجماهير الزملكاوية دايما ماشية ورا العاطفة. يا جماعة اللاعب اللي مش عايزك ارميه، ارمي عاطفتك على جنب، دي كورة، لاعب بيلعب مقابل فلوس، بيأدي عمل مقابل فلوس، هو مش مصري، لاعب محترف، انت ايه اللي مخليك عشمان فيه؟ هنرجع افكرك باللاعب التونسي اللي هو الفرجاني ساسي. الجماهير الزملكاوية عايزة تلم من الشعب المصري ومن الجماهير الزملكاوية عشان يدوا فلوس لفرجاني ساسي لما كان عايز يمشي، وفي الاخر فرجاني ساسي ما اثرش فيه الكلام ده وقعد في نادي الزمالك. لا، فرجاني ساسي لاعب محترف، انا جاي هلعب ليك، هلعب وهأدي مقابل مادة، فما عجبوش المادة فاتكل على الله مشي. فما فيش لعيب يستعطفك بدموعه وبأهدافه وبجريه على الجماهير ويقلع التيشيرت ويبوس اللوجو بتاع نادي الزمالك، ما يستعطفكش. دوت لاعب جاي لك من بره مصر محترف، فمش هيبقى عنده انتماء للنادي، كل انتمائه للمادة اللي جاي يلعب عشانها. لازم أدي عشان الناس دي تقول هو يستاهل المبلغ اللي خده. فاخوان بزيرة ما يغركش انه بيعيط يجيب جوان ويعيط ويجري ويحتفل مع الجماهير ويبوس الشارة ويقلع التيشيرت، ما يغركش. هو مش من ناشئين نادي الزمالك، هو مش ابن من ابناء نادي الزمالك. فاخوان بزيرة او اي لاعب محترف زيه او في الاهلي يا عم، هو زي ما بقول لك عشان ما بكونش بتكلم على الزمالك بس، انا مش منتظر منه انه يكون مثلا زي مروان عطية، زي ابو تريكة، زي وائل جمعة، زي بركات، زي الناس اللي زي حسام غالي او احمد حسن لعيبه الاهلي. انا مش منتظر منه اللي انا منتظرهم من الناس ابناء النادي. لا، ده لاعب محترف جه لعب وادى للنادي، هحبه لحد ما ينهي عقده ويتكل على الله ليه عند الاحترام. لكن هنتظر منه اللي هنتظره من ابناء النادي، فانا ابقى ساذج، معلش انا اسف في اللفظ، ابقى ساذج. لكن خوان بزيرة لاعب محترف جاله عقد بقيمة 4 مليون دولار، انا باخد في الزمالك قد كذا، فخلاص العقد ده اغلى يبقى هروح للعقد الاغلى وخلص الكلام. فانت ما تبقاش متعشم فيه اكتر من كده، ما تبقاش متعشم في اللاعب المحترف اكتر من كده. خوان بزيرة جاله 4 مليون دولار، توكل على الله، بيعه ما يقعد، ان شاء الله ما قعد، اللي عايز يقعد يا مرحب، اللي عايز يمشي يتكل على الله في 60,000 داهية. لكن انت ما تفضلش ماسك في لاعب ومثبت في. ليه مصر ان اللاعب يجي مصر وتبيعه من خلال نادي الزمالك ويجي ويلتزم بعقده؟ ما هو خوان بزيرة برضه قال ان نادي الزمالك اداني عهد شفوي ان لو جالي اي عقد مناسب انا كلاعب استفاد منه ونادي الزمالك استفاد منه. نادي الزمالك اداني كلمة انه هيبيعني على طول. نادي اهلي جدة عارض فيا مبلغ كويس وعارض عليا عقد كويس، فبيعني للنادي دوت. انت مش عايز تبيعه، لازم خوان بزيرة يرجع ليه؟ انت ما يعني مش تبقى متعنت، اللاعب عايز يتباع ما يجيش، مش عايزينه يجي لنا هنبيعه من بره، لكن تفضل مثبت في اللاعب. انا شايف ان هي دي ثقافة براحتكم، لكن انا راجل كثقافتي اللاعب اللي مش عايز يرجع ما يرجعش، يتكل على الله ما يلزمناش. وانا طبعا بقول وجهة نظري دي وممكن اكون غلط فيها، يعني انا ربما اكون غلط في وجهة نظري، ولكن انا دي قاعدتي، ان انت مش عايزني انا مش عايزك. ليه انا مصر انك تيجي عشان ابيعك من عندي؟ يا عم خليك زي ما انت وهبيعك وانت عندك في بلدك. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وكان معاكم اخوكم علاء سليم، ودي قناتكم. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتسيبوا لنا تعليق بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دمتم في حفظ الله.